مرجيا عون الكريم فقد يضيق تحملي ولقد لجأت لبابه. قيام الليل نعمة ربانية وعطية إلهية الله عز وجل يتفضل بها على من يشاء من عباده، يوقفهم بين يديه في ظلمات الليالي وحنادس الظلام ليتفضل عليهم مولاهم سبحانه وتعالى، فينزل عليهم من الخيرات والبركات ما لا حد له ولا عد. قيام الليل شرف المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشراف الناس حملة القرآن وأصحاب الليل. ولذلك جاءت الوصية من خير البرية: فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، فقال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الآثام. ثلاثة يحبهم الله ويفرح بهم ويستبشر بهم، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورجل قام من فراشه ولحافه ووطائه ليصلي في ظلمة الليل، قام عن أحب الناس إليه. قال الله عز وجل: انظروا إلى عبدي ترك شهوته ليذكرني ولو شاء لرقد. فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فيقول لعباده: من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من يرجوني فأعطيه، وهكذا حتى ينفلق الفجر. الله الغني عنا وعن طاعاتنا سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص. الله ينادينا: ألا نقف بين يدي ربنا عز وجل ونعرض حاجتنا وفاقتنا ومسكنتنا بين يدي ربنا عز وجل، ثم بعد ذلك نعود بالخير الكثير والفضل الكبير من ربنا ومولانا العظيم الجليل الكبير.